السلام عليكم وحلقة جديدة من Around the World والجزء الثاني من ازاي تعمل فلوس. اكتر حجة بتتقال دلوقتي هو انا معيش فلوس عشان اسافر، او معيش فلوس ان انا اسيب شغلانتي دي واروح اشتغل شغلانة انا بحبها، او معيش فلوس اشتري اللي انا عايزه. كلها بتدور حول ان انا معيش فلوس. طيب ازاي ممكن تشتغل شغلانة تانية جنب شغلانتك الاساسية عشان تزود دخلك؟ ازاي ممكن تسيب شغلانتك اصلا ان انت مش حاببها وتشتغل شغلانه انت فعلا بتحبها؟ ازاي ممكن تستفيد من وقتك على الانترنت اللي بتضيعه كتير قوي 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 وتكسب فلوس؟ هو ده اللي هنتكلم فيه الحلقه دي. فريلانسنج او الموظف الحر او سيلف امبلويد او اي حاجه ممكن تحبها انت عايز تسميها سميها، المهم ان هو شخص بيشتغل على الانترنت، بيستغل مهاراته، بيستغل الانترنت وبيستغل الكمبيوتر، وان انت ممكن توصل لكل العالم من مكانك. شخص بيشتغل الشغلانه اللي هو فعلا بيحبها، مش مرتبط بمكان، ممكن يسافر من بلد لبلد ويعمل نفس الشغلانة. بيعمل الشغلانات دي بالقطاعي زي ما بيقولوا، يعني شركة النهاردة عايزة مني الحاجة الفلانية، اليوم التاني شركة في مكان تاني خالص في بلد تانية عايزة الحاجة الفلانية، هعملها برضو نفس المهارات بنفس الشخص وهو نفس الكمبيوتر ونفس الانترنت. قبل ما اقول لكم ايه هي الشغلانات اللي ممكن تشتغلها على الانترنت او ازاي تبقى فريلانسر فيها، فكل شغلانه من الشغلانات دي ليها مواقع كتير جدا على الانترنت تقدر تدور على الشغلانه دي من خلالها. كل المواقع دي هتلاقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، تحت الفيديو، يعني اول ما تخلص الفيديو انزل في الديسكريبشن هتلاقي كل شغلانه تحتيها اللينكات بتاعتها. اختار الشغلانه اللي انت بتحبها، خش على الويب سايتس بتاعتها وتعامل يا باشا. اول شغلانه هي جرافيك ديزاينر. لو انت شاطر في الفوتوشوب والستريتور وكميه البرامج الغريبه اللي انا مش بعرف اشتغل عليها دي، المهم يعني ان انت بتعرف تعمل تصاميم، فهتلاقي شغلانات كتير جدا. ناس عايزه تصاميم لبزنس كارد، ناس عايزه تصاميم لبانرز، لمواقع، حتى صور تنزل على السوشيال ميديا. تاني شغلانه لو انت شاطر بقى في البروجرامينج، ممكن تعمل ابلكيشنز وتبيعها، موبايل ابلكيشنز يعني. خلينا نتفق ان في دلوقتي اغنى ناس في العالم ابتدوا بموبايل ابلكيشن، فيسبوك، انستجرام، سناب شات، واتساب، حتى يوتيوب ليه موبايل ابلكيشن. مش شرط تبقى ملياردير، بس على الاقل ممكن تعمل موبايل ابلكيشن يفيد الناس ويوصل لناس كتير، ساعتها تقدر تعمل فلوس كويسه. لو انت مش شاطر قوي في الموبايل ابلكيشنز بس شاطر قوي في الويب ديزايننج، فانت ممكن تصمم مواقع. في شركات واشخاص بيبقوا محتاجين ان هم يبقى عندهم ويب سايت بس مش عارفين ازاي يعملوه. انت هتخش على المواقع اللي انا هقولك عليها تحت دي، وهتلاقي الناس اللي طالبه الشغلانات هتقدم وتعمل ويب سايت وتاخد الفلوس. لو انت شاطر في اللغات، ففي مواقع كتير جدا بتبقى محتاجه مترجمين. مترجم يترجم مقاله مثلا من لغه فلانيه للغه التانية. اشهر اللغات المطلوبه هي فرنساوي والاسباني والياباني والصيني، بس عادي في شغلانات محتاجه لغات تانية. انا بقول لك ايه اكتر حاجات مطلوبه. تاني حاجة، في ناس بتبقى محتاجة حد ينقل الفيديو ده يخليه كتابة، يعني مثلا ناس عملت انترفيو بالانجليزي، عايزين حد يكتبه بقى بالانجليزي، يعني هتحول من فيديو لكتابة. وبما اننا في عصر الانترنت، ففي شغلانتين مهمين جدا دلوقتي، حاجة اسمها SEO اكسبرت وحاجه اسمها سوشيال ميديا مانجر. خلينا نتكلم في الثانيه الاول بعد كده نرجع للاولى. سوشيال ميديا مانجر يعني ايه؟ يعني حضرتك بتقعد وقت كتير جدا على الفيسبوك وعلى انستجرام، تقعد تعمل سكرول داون كده، تقعد تقلب وما بتعملش اي حاجه مفيده. فعشان تعمل حاجه مفيده هي ايه؟ ناس بيبقى عندها صفح كبيره جدا، ما بتقدرش ترد على الرسائل، ما بتقدرش ترد على الكومنتات، مش بتقدر تنزل البوستات في اوقات معينه. فحضرتك هتقوم بالشغلانه دي، فبدل ما انت قاعد على الفيسبوك ما بتعملش حاجه، لا انت تبقى مسؤول عن بيج وبتاخد فلوس. تاني حاجة بقى وهي الأصعب شوية هي ال SEO expert أو اللي هي Search Engine Optimizer أو Search Engine Optimization Expert. وده ببساطة هو لو أنت عندك حاجة بتبيعها وعايزها تبان أول حاجة في السيرش على جوجل، هو الشخص ده اللي مسؤول إن الحاجة بتاعتك دي تبان أول حاجة على جوجل. يعني مثلا عندك مصنع عربيات، تمام؟ لو أي حد كتب إن أنا بدور على عايز أشتري عربية على جوجل، هو مسؤول ان هو يبين المصنع بتاعك قبل المصنع بتاعي. هو ده الاس اي او بمنتهى البساطه. نيجي بقى للناس الفنانين، يعني لو انت مصور، ومصر الحمد لله كلها بقت فوتوغرافرز دلوقتي، او بتعمل فيديوهات، ففي الاثنين ممكن تبيعهم. يعني ايه؟ يعني بدل ما بتحط الصوره على الفيسبوك او على الانستجرام وتاخد شويه لايكس وخلاص على كده، لا انت ممكن لو الصوره هاي ريزوليوشن تحطها على ويب سايت وتتباع وتاخد فلوس. او لو انت بتعرف تعمل فيديوهات، تصور وتعمل اديتنج لفيديوهات، فممكن الفيديو بتاعك نفسه يتباع. او برضو لو انت شاطر في الاديتنج، في ناس بتبقى مصوره فيديوهات وعايزه حد بس يعمل لها اديتنج، فانت هتاخد فلوس مقابل الاديتنج اللي انت بتعمله للفيديو ده. او حاجه تانية، لو انت
خريج بيزنس او خريج اكاونتنج مثلا، ففي مواقع كتير جدا بتبقى محتاجه ناس يدوا الخبرات دي. يعني ايه؟ هبسطها. لو واحد مثلا عنده شركه صغيره وعايز يعمل بيزنس بلان، بس هو ما عندوش الفاينانشال او الاكاونتنج اكسبيرينس، فعايز حد يعمل له بيزنس بلان. مين اللي هيعمل له بيزنس بلان؟ حضرتك، لو انت عندك الخبره. واول ما تعمل له البيزنس بلان دي هتاخد الفلوس على طول. شغلانه بقى لذيذه جدا 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 لو انت حاسس ان صوتك انترستنج جدا وشخصيتك مهمه، فممكن تعمل فويس اوفر. طبعا انا ما ينفعش اعمل فويس اوفر لان انا صوتي وحش جدا، بس المهم يعني لو انت صوتك حاسس ان هو ممكن يبقى مثير كده وزي بتاع الاعلانات والكلام ده، فممكن كل اللي تعمله ان انت تسجل صوتك وتبعته في الحاجه اللي هم طالبينها. ايه مثلا؟ ممكن يبقى اعلان راديو، ممكن يبقى فيلم تسجيلي محتاجين فويس اوفر، ممكن يبقى فيلم كرتون صغير هيتعرض على الانترنت. اي حاجه محتاجه فويس اوفر، انت كل اللي عليك ان انت تاخد الكلام اللي هم عايزينه تسجله بصوت كويس وتبعته لهم وتاخد فلوسك على طول. حاجه تانية، لو انت شاطر بقى في اي مجال بس اكاديمي وعايز تعمل كورسات، كل اللي محتاجه كاميرا ومايك وانترنت، وتبتدي تسجل الكورس ده وتعمله على حلقات وتحطه على ويب سايتس معينه. قلنا برضو هتلاقي كل الويب سايتس دي في الديسكريبشن، تحطه على الويب سايتس دي وهيبقى في ناس انترستد ان هي تتابع الكورس اللي انت بتعمله ده لو كان مفيد فعلا، وهيشتركوا بفلوس في الكورس، فحضرتك هتكسب وانت بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها وبرضو بتفيد الناس يعني. ونيجي لاخر حاجه، ودي اللي انا نوعا ما بعملها، وهي البلوجينج. بلوجينج يعني ايه؟ يعني انت شاطر او عندك معلومات في حاجه معينه، ايا كان ايه هو الموضوع بقى، سفر، اكل، رياضه، كوره، عربيات، تصميم، فاشن ديزاينر، اي حاجه اي موضوع انت عندك فيه معلومات وفي ناس انترستد انها تسمعه. ممكن تبتدي تكتب عن الويب سايت بتاعك ده، تبتدي تكتب شويه حاجات دي، تعمل فيديوهات زي ما انا بعمل كده، وتعتمد بقى ان انت يعني ناس كتير بتتابعك، فممكن يجي لك سبونسر في يوم من الايام. ممكن تعتمد على جوجل ادز، دي صحيح مش بتكسب قوي يعني، بس اهي نوعا ما كويسه. ممكن تعتمد بقى ان انت تعمل بارتنرشيب مع شركه معينه. ممكن تعمل حاجه اسمها افليشن، او ان انت تبقى بتسوق لمنتج معين وكل ما يتباع المنتج ده انت بتكسب. الشغلانات اللي احنا قلناها في الفيديو دي مجرد امثله لشغلانات كتير جدا جدا موجوده على الانترنت ممكن تشتغلها كفريلانسر. الفريلانسرز ساعات بيوصلوا ان انت ممكن تكسب $10,000 في الشهر، مبلغ كبير جدا انا عارف، بس في ناس فعلا بتكسب الارقام دي. صحيح الموضوع محتاج تعب وشغل وريسك ان انت تسيب شغلانتك الاساسيه او هتفضي نفسك وقت كبير قوي جنب شغلانتك الاساسيه وجنب دراستك، بس الموضوع يستاهل لو انت فعلا بتحب الحاجه اللي انت عايز تعملها دي. يا جماعه لو حاسين الفيديو ده مفيد اعملوا شير عشان يوصل لناس اكتر وناس اكتر تستفاد، وما تنسوش تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى سناب شات عشان تشوفوا بقيه البوستات وتشوفوا بقيه الصور وكل الفيديوهات اللي انا بعملها. واهم حاجه اعملوا سبسكرايب في اليوتيوب شانل اللي هو الزرار الاحمر اللي مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب ده عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وما تنسوش ترجعوا تشوفوا الجزء الاول من الحلقه دي، سافر واعمل فلوس، وشوفوا بقيه الفيديوهات حلوه عن السفر وكده. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، ونبطل بقى نسمع قصدي انا معيش فلوس. مع السلامه.